أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم الغاصبين لحقكم سادتي من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. إلى التواني صاحب الطلعة الغراء، أمان لك من أعدائك أن تطلب فديناك يا صاحب الزمان، فديناك لما أغضيت عما جرى على بني المصطفى منهم، وقد صدع صخراء تغضي وتنسى أمك الطهر فاطمة، تغضي وتنسى أمك الطهر فاطمة، غدات عليها القوم قد هجموا جهرا، تغضي وشب النار في باب دارها، وقد أوسعوا في عصرها ضلعها كسرا، تغضي ومنها أسقطوا الطهر محسنا، وقادوا علي المرتضى بعلها قسرا. بعد هذا البيت هواية يألم يا صاحب الزمان، يقول تغضي وصوت العبد والشحمة نار، أتغضي وصوت العبد والشحمة نهار، ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمراء. يا ابو صالح غيابك طال، بسك عاد من الغياب، ترى للحين تنتظركم حسين خلف البر، تقدر تسمع الزهراء تصرخ والدمع عن الثار،
يا ولدي جيب لي ساتور، ترى ما ظل علي أخمة، ومن صدري المتهشم يا ولدي شيل هالمسمار، ومن صدري المتهشم يا ولدي شيل هالمسمار، ومحسن بالعجل شيله يا ابو صالح عن الاعتى. ويلي ويلي والله جاني وما اختشمنا الله ولطمني، والله لطمني وبرجله يا ابو صالح رفسني، ومن رفسته للقاع ذبني، ما اختشمنا الله ولا رحمني، والله ما اختشمنا الله ولا رحمني. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يقول إمامنا الصادق عليه السلام كما في الرواية: لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين لفاطمة عليهما السلام ما كان لها كفء على ظهر الأرض من آدم ومن دونه. صدق إمامنا الصادق عليه السلام. طيبوا قلوبكم ثلاثا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إن الحديث حول العظماء لا يمكن لأمثالنا أن نستوعب جوانبه وأن نسبر في جميع أعماقه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالإنسان يحاول أن يكون حصيلة معرفية عن المعصوم ولو بشكلها السطحي، لأن المعصوم كما يصف نفسه ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير، والعقول تحير مهما امتلكت من الرصيد علما، والأقلام تجف مهما امتلكت من السائل حبرا. ومن هذه الشخصيات العظيمة المقام شخصية مولاتنا الزهراء عليها آلاف التحايا والسلام. والحديث فعلا حول مقاماتها العظيمة التي تميزت بها، بحيث لو لم يخلق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن لفاطمة من كفء. فما هي المميزات وما هي المقامات التي تميزت بها مولاتنا الزهراء عليها السلام؟ نقتصر على 4 مقامات، وإلا فالمقامات كثيرة. المقام الأول هو مقام الكوثرية، حيث نزلت في حقها سورة الكوثر القليلة الألفاظ العالية المضامين. ويشهد لذلك ما ذكره المفسرون من سبب نزولها، فقد عيب على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عدم الولد،
فنزلت هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر. فاطمة فصل لربك وانحر، لأنها نعمة تستحق الشكر، نعمة عظيمة. إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك وعدوك يا رسول الله هو مقطوع النسل ولست أنت. ولو سلمنا وقلنا بأنه ليس المقصود من الكوثر هي فاطمة، بل المقصود من الكوثر هو الخير الكثير، لكانت الزهراء عليها السلام من أوضح المصاديق على كونها خيرا كثيرا، حيث منها نسل النبوة، نسل أهل البيت عليهم السلام. لذلك هنا يوجد كلام جميل للفخر الرازي، وهو من كبار علماء العامة في التفسير. يقول هذا العالم الذي ليس من علمائنا، يقول هذه العبارة كما جاء في كتابه التفسير الكبير. قالوا لأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. شوف، التفت إلى عبارة الفخر الرازي، ماذا يقول؟ يقول: فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم. خلاف للقاعدة الطبيعية، القاتل لا بقاء له، المقتول هو الذي له البقاء. يقول: فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به. ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثالهم. إذن المقام الأول هو مقام الكوثرية. نجي إلى المقام الثاني، مقام الحجية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. من مقامات الزهراء عليها السلام مقام الحجية. الحجة تعتبر النور إلى الحق والواسطة الفياضة على جداول الخلق، فكيف بمن كانت حجة على الحجج؟ يقول إمامنا العسكري عليه السلام: نحن حجة الله على خلقه وأمنا فاطمة حجة علينا. هنا أنت تتساءل شنو المقصود من الحجية؟ هل المقصود بأن الزهراء هي إمام 13 للشيعة؟ كلا، ليس الأمر كذلك. فإذا ما هو المقصود من حجية الزهراء على الأئمة؟ حجيتها ترجع إلى هذين الأمرين: الأمر الأول الاسترفاد العلمي، والأمر الآخر الاشتقاق النوري. نجي إلى الأمر الأول، الاسترفاد العلمي. المعصوم عليه السلام يعتمد على عدة مصادر للوصول إلى المعلومات، ومن الأمور التي يعتمد عليها المعصوم هو المصحف المسمى بمصحف فاطمة عليها السلام. وهذا ليس بكتاب وقرآن آخر للشيعة كما قد يتهم به البعض أو يتهم به البعض الشيعة الإمامية، كلا. إمامنا الصادق عليه السلام منذ ذلك العصر وهو يقول: ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج فيه إلى أحد. إذن حجية الزهراء تعود في الأمر الأول إلى الاشتقاق، إلى الاسترفاد العلمي. أما الأمر الآخر فهو الاشتقاق النوري، حيث أن نور الأئمة عليهم السلام قد اشتقت من نورها، فهي شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ألا وهي فاطمة بنت محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المقام الثالث هو مقام الرضا والغضبية. يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كما ورد في كتب الفريقين، يقول: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. هذه رواية مهمة موجودة في كتب الخاصة والعامة، وقد سببت في تشيع الكثير هذه الرواية. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد جعل في هذه الرواية الرضا والغضب الإلهي مدارا للرضا والغضب الفاطمي. فإذا رضت الزهرة فإن الله راض، وإذا غضبت فاطمة فإن الله عز وجل غاضب. إذن هذا المقام ينص على رضا وغضب الزهراء عليها السلام. يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. المقام الرابع والذي به نختم مقام الحوراء الإنسية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المقام الرابع مقام الحوراء الإنسية. الزهراء عليها السلام حوراء إنسية. انت هنا تتساءل شنو المقصود من كونها حوراء إنسية؟ هي يا هي حوراء يا هي إنسية، فكيف تكون حوراء إنسية؟ تقول الروايات بأنها حوراء لأن نطفتها كانت من السماء. جاء في الرواية يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء في ليلة المعراج، لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها، في بعض الروايات ناولني تفاحة، فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يقول: ففاطمة حوراء إنسية، نطفتها من السماء. التفت إلى تكملة الرواية. الرواية عظيمة جدا وفيها شاهد عظيم. يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. هذه فيها ريحة الجنة. الزهراء فيها رائحة الجنة، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. لذلك نبينا الأعظم يعرف جيدا من هي الزهراء، يعرف مقامات ابنته فاطمة، ولذلك كان آخر وحدة يودعها هي الزهراء إذا ذهب إلى غزواته، وأول وحدة يستقبلها إذا عاد من معاركه هي الزهراء. كانت تعالج جراحاته وآلامه حتى لقبها أبوها بأم أبيها، وقد كان يعرف مقامها جيدا، وقد كان بأبي هو وأمي إذا أراد أن يأتي إلى دارها يستأذن بالدخول. هذا الموقف يستوقف الشعراء، حتى قال أحدهم: أيستأذن الأمين عليهم ويهجم الخوف؟ رسول الله بعضهم يوقف على باب الزهرة، لكن أكو واحد دخل على الزهرة وروع قلب فاطمة. يقول اللعين: استقبلتني بوجه أغشى بصري نوره، فرفعت يدي ليتها شلت ولطمتها على وجهها.
مأجور يا مؤمن هالدمعة. ما راح أذكر لك كل مصائب الزهراء، لكن أمير المؤمنين لما دفن الصديقة الزهراء في ظلمة الليل يقول توجه إلى ناحية قبر رسول الله، قال له صلى الله عليك يا رسول الله، هذه الوديعة قد استرجعت، لكن بأي حال ردت الوديعة يا علي؟ يقولون صار جسدها كالخيال. كأني برسول الله يستقبل الزهراء في قبرها. رحمك الله يا شاعر، يلا وصف لنا الحال. يقول يوم شالوا الزهراء وراد الوصي واريها، تلقاها النبي الهادي بس دمعات يجري، شال المصطفى ايده وراد يضمها لصدره، صاح الوصي الكرار على هونك يا ابو الزهره. ليش يا علي النبي مشتاق إلى فاطمة؟ قال صدرها مجرح ومصيوب والأضلاع متكسرة، كسراها بصير الباب ما تدري يا والي. خديجة ويا النبي تسمع صاحت يا نور العين، هو فوق الخيال تريد تقبل وجنة أم حسين، لأنها تصيح يا طه خسفوا من الزهرة العين، ملطومة على الخدين مدري شلون اداويه، بشيلا هالجفن عنها تقوم خلني يا مختار، بشوف انهدمه من وين لو يخبرني الكره. قالها العذر يا يما هذه ضربة المسمار، قالها العذر يا يما هذه ضربة المسمار، دفنيها بظلامتها يا يما ولا تجرديه. بعد فصل لنا يا علي شنو جرى على الزهراء. يقول 300 عدو هجموا على الزهراء ياذوها، ذاك برجل يرفسها وذاك يشتم ابوها، وكل ما وقفت تدافع بوكز السيف آلمها، صاحت يا كرار وديعة وما تحاميه. والله أنا سلمت لله وكسروا ضلوع الوديعة، والله الوديعة وضعنا بعد عينك يا ابو ابراهيم، ضيعة قومك عقب عينك ضيقوا علينا وسيعة، بس ما غبت عنا الكل علينا تجسروا جه. إلى ما التواني صاحب الطلعة الغراء، أما آن لك من أعداء
دعائك أن تطلب الوتر يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك أسرانا، سلم مسافرينا، ارحم موتانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. أخرج عن قلوبنا حب الدنيا كما أخرجته من الصالحين. عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. نهدي ثواب مجلسنا هذا إلى جميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من نخصهم بالدعاء: نهاد حسين الغريب، جعفر عبد الحسين حسين، وشفاء جميع المرضى وفكاك جميع الأسرى، ولجميع المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج، والفاتحة قبلها صلوات.